السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. الدرس اللي فات احنا اتكلمنا عن الاري وعملنا شوية الحاجات اللي انت شايفها دي قدامك. طيب الدرس ده احنا في اخر الدرس اتكلمنا عن البيفل بشكل سريع كده، حطينا بيفل عشان بس نشوف ان التأثير تأثير البيفل على اوبجكت واحد يتأثر على الباقي بسبب الاري. ولكن انا عايز الغي البيفل دلوقتي، ده كده تأثير الاري بس، فهدوس اد بعد كده اروح اقول له هنا عايز بيفل. البيفل ده بيعمل ايه؟ احنا كنا اشتغلنا بالبيفل بس كنا بنعمل بيفل على ايدج واحده، كانت بيفل تول، فاكرينها؟ اللي هي لما كنا بنروح بندوس تاب، بعد كده بنروح مثلا، خليني اوقف البيفل ده كده، كنت بروح على الايدج، بعد كده بدوس هنا، بعد كده كنترول بي وابدا اعمل بيفل بالشكل ده واسكرول عشان يديني الشكل ده. ده اللي احنا كنا بنعمله. او مثلا اقول له سيلكت اول، بعد كده كنترول بي، بعد كده اعمل البيفل. فاكر اللي احنا كنا بنعمله ده؟ طيب اللي انا بعمله دلوقتي ده يعني شبيه بيه قوي، يعني بس ده بيبقى موديفاير. يعني البيفل اللي انا عامله ده بيبقى موديفاير. تمام. الجدير بالذكر ان انا دلوقتي لو نزلت بيفل انا عندي هنا شويه حاجات. دي كده لو انا مثلا بفعل دي كده فبيبقى الايديت مود بتاعي مش شغال. يعني لو انا مثلا شغال على الايديت مود بص تبقى مش شغاله. تمام. هنا لا، بيبقى ظاهر كمان في الايديت مود، يعني بيبقى ظاهر كمان عندي شايف شكله في الايديت مود. تمام. هنا كده ما بتبقاش شايفها في الفيو بورت. تمام. هنا طبعا في الريندر زي ما انتم عارفين. تمام. السهم ده كده ده بقى شويه اوبشن، يعني شويه اوبشن كده انت المفروض ان انت بتشتغل بيها. تمام. يعني انت عندك هنا ابلاي، دبليكيت، الحاجات دي كلها. تمام. موف تو فيرست، يعني انت عايز ترفعه فوق شويه وهكذا. طيب دلوقتي انا نزلت البيفل. طبعا الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي موجوده في كل حاجه. تمام. ما عدا طبعا ده كده فيه تفاصيل تانية. طيب انا دلوقتي عايز ابدا بقى اشتغل على البيفل. البيفل اولا عندك هنا الايدج وعندك الفيرتسيز، يعني انت ممكن تعمل بيفل على الايدج، ممكن تعمل بيفل على البوينت. خليك فاكرها بس عشان هنرجع لها تاني. طبعا انت هنا عندك اوفست وعندك ويتس ديبس بيرسنت، طبعا الحاجات دي كلها على اساس ايه هيبدا يعمل البيفل. الاول ارفع لي الاماونت، خليها ولنفترض مثلا حاجه مثلا كده. بس هنا اخره يعني يسناب على رقم واحد، يعني بدوس كنترول عشان يديني نص، مش عايز هو يا صفر يا واحد. طيب خليني ارفع السيجمنت شويه، خليها مثلا تبقى ولنفترض 6 بالشكل ده. طبعا انا عامل هنا سموث شيدنج، فانا ممكن اقول له خليهولي فلات عشان بس نبقى شايفين احنا بنعمل ايه. طيب كده انا عندي اماونت نص متر، وعندي الستة بس سيجمنت، وعندي طبعا هنا عندي انجل. تمام. طبعا اقدر استخدم اي حاجه تانية، عندي فيرتكس جروب، عندي حاجات كتير. الانجل 30، يعني هيبدا يعمل بيفل على انجل 30. لو قلت له خليها لي مثلا على 90 مش هيعمل بيفل غير على الزوايا ال 90، او يعني هيبقى اخره عندي 90. فطبعا دي مش حاجه صح. اقول له كنترول زد، هو طبعا الطبيعي بتاعه بيتساب بالشكل ده. عندك هنا حاجه اسمها البروفايل، احنا شغالين دلوقتي لسه في الايدج. البروفايل هنا لو انا دلوقتي قللت الشيب ده خالص، بص كده لما هقلل هيبدا يعمل بيفل بس لجوه. بص كده يعمل بيفل بس لجوه، البيفل بتاعه لفين؟ للداخل مش للخارج. تمام. يعني انا ده كده، يعني اعتقد ده كان الطبيعي بتاعي، اعتقد بوينت 25. اعتقد ده كده كان الطبيعي بتاعي لما وصل لنص. تمام. كده اداني البيفل. لما هيوصل لواحد هيشيل البيفل اصلا. تمام. وهيكمل بقى الاوبجكت ده للاخر. بس طبعا يعني مش، يعني ده عشان بس ايه اوبجكت متماثل بتظبط كده، لكن طبعا في الاوبجكتس الثانيه لما بترفع للاخر بتبقى الدنيا وحشه قوي. لكن هنا لو انت عايز تنقص بيبقى حلو جدا. يعني انت عايز تنقص مثلا، عايز تعمل حاجه بالشكل ده، والله جميله جدا. طيب احنا كالعاده طبعا خلصنا هنا، انا عايز ارجع ده للديفولت، بروح عليها اقف بس بالماوس وادوس على زرار الاسكيب اللي بيمسحها، بترجع تاني زي ما كانت. طيب خليني اروح قبل ما اخش على الكاستم، خليني اروح على الجيومتري، او خليني اخش على الكاستم على طول. طبعا انت عندك هنا بص ده اللي هو السوبر ليبس او حاجه زي كده. عندك بقى هنا الكاستم، طبعا كده مفيش بيفل صح كده. تمام. تعالى بقى انزل لتحت كده، هتلاقي عندك كيرف. خليني مثلا انزل بالكيرف ده لتحت، انا دوست على فكره بس على السهم اداني الشكل ده. تمام. طيب خليني مثلا اخد النقطه دي احطها هنا، والنقطه دي اعملها هنا كده بالشكل ده. بص كده جزء معمول فيه بيفل وجزء لا. طبعا هو بوظ الدنيا، بس طبعا انت ما بتعملش كده، انت تبقى فاهم يعني شغلك يعني بيتطلب ايه وبتعمله، وعلى هذا الاساس انت بتشتغل. تمام. يعني مثلا في حاجه بقى انت بتبقى عايزها،
يعني كاستم، انت عايزها تعمل حاجه زي كده. فانا طبعا هنا هقول له ريسيت كيرف، مش عايز طبعا حاجه زي كده، حبيت اشرحها لك بس عشان انت فاهمها. طيب الجيومتري، الجيومتري هنا يعني بيعدل شكل البيفل بس بشكل مختلف. طيب المتر دي لو انا قلت له مثلا خليها لي مثلا باتش او خليها لي ارك مش هتبان معايا، تمام، عشان المتر اوتر. لكن هنا المتر انر لو قلت له خليها لي ارك، بص هيعمل ايه دلوقتي. ركز كده في الشكل اللي هيبقى عندك شكلين من البيفل. ده كده شارب، يعني الايدج رايح، يعني الفيس مكمل في اللوب ده كده. بص الفيس، كل فيس منهم واخد لوب، لكن هنا مختلف شويه. بص اللوب هنا ماشي ازاي بالشكل ده، عامل ان كل فيس منفصل عن ذاته. يعني بص الفيس ده منفصل والفيس ده منفصل وده منفصل، فاهم بالشكل ده. طيب بتفرق معاك فين؟ لما بتعدل الشيب بيبان معاك قوي هنا. بص كده، خليني اوقف الاري عشان اعدل بس عشان اشوف حاجه واحده. خليني مثلا انا عدلت ده كده. بص الفرق ما بين الارك والشارب. بص ده شارب كده خلاص، انا كاني عامل اكسترود على كل الفيس اللي عندي. لكن لو قلت له ارك، لا هنا بعمل اكسترود بس في نفس الوقت فيه تفاصيل من جوه كده. فانا ممكن مثلا اعمله مثلا بالشكل ده، يبقى عندي تفصيله زياده عن التفصيله دي. بص الشارب عامل ازاي، مش احسن حاجه على فكره، لكن لو عملتها كده التفصيله دي شكلها احلى، شكلها احسن. ما اعرفش ممكن تستخدم اوبجكت زي ده في ايه، ولكن هو موجود. ماشي، ده كده الشرط. وده كده طبعا ايه، خلي مثلا بالشكل ده كده الطبيعي بتاعه. طيب عندك هنا يعني دي برضو انا مش بحسها قوي، يعني برضو ان انت بص يعني هنا كده ده كامل عندك تمام، بس هنا بتشيل الجزء اللي كان معمول فيه البيفل. يعني البوينت اللي هي معمول فيها البيفل ده بيتشال خالص، الدوران ده بيتشال خالص. معرفش انت ممكن تستخدم حاجه زي كده في ايه، بس اكيد ليها استخدام وممكن تستخدمها. فهي برضو اوبشن ومتاح وكل حاجه، يعني برضو انت عملت كده مش تفرق معاك في حاجه بقى دلوقتي. لكن بص لو كملته للاخر تصدق برضو كويسه هنا. خلي بالك لو انت عندك هنا دي جريد فيل، هتلاقي انت عندك الاوبجكت كامل لو انت كملت الشيب للاخر. لكن لو رحت على الكات اوف، بص هنا يعني مقطعه لك بشكل حلو قوي بصراحه. وممكن بقى من النقطه دي تبدا انت بقى تكمل موديلنج بعد كده يعني. تمام. طيب هروح هنا سكيب، يعني هنا امسح، او مش سكيب اسمه اللي بيمسح، يعني الزرار اللي بيمسح، باك سبيس. تمام. طبعا هنا الشيدنج طبعا يعني مش هنتكلم عنها دلوقتي لان يعني محتاجه شويه شغل. طيب دلوقتي انا خلصت، يعني خليني مثلا اعمل كده ده كده من غير بيفل. تمام. طيب انا دلوقتي بعد ما خلصت خليني مثلا اظبط ايه، مثلا اخليه مثلا كات اوف كده، واخليه بدل ما يبقى ارك لا خليه شارب، مثلا خليه كات اوف. كان في حاجه تانية والله كنا عملناها، خليه مثلا بالشكل ده. وانا عجبني الشكل ده وعايز ابدا منه موديلنج. لو دوست تاب هلاقي الجزء اللي انا اقدر اعدل فيه اللي هو الجزء ده. بص كده، ده بس اللي انت تقدر تعدله. طب يا عم اديني ده لا مفيش. ده كده معمول على السيل. طب انا عايز يعني ابروف، انا خلاص انا وافقت على كده، خلاص انا موافق على الشكل ده. اديني بقى هنا فيس وهنا فيس وهنا فيس، اديني بقى يعني زود لي بقى الكلام ده كله. يعني المفروض ان انا الاقي هنا سيجمنت، صح؟ المفروض ان هنا في سيجمنت وهنا في سيجمنت وهنا مفيش الكلام ده. ليه؟ عشان هو معمول على السيل. تمام. طيب انا دلوقتي هروح من هنا واقول له ابلاي. لما هقول له ابلاي هخش ادوس على زرار تاب، هيديني ان انا اقدر ان انا اعدل. يعني بص ده كده بقى فيس، خلاص اقدر اعدل مثلا البوينت وهكذا. اقدر بقى من هنا ابدا بقى مثلا اقوم جاي واخد ده كده مثلا واقول له اعمل لي مثلا اكسترود بالشكل ده. مثلا من هنا كده مثلا لا اديني مثلا اكسترود انر بالشكل ده. بص يعني حاول انك تكون بعيد يعني او حاجه زي كده، عشان انا برضو الغلطه اللي انا بغلطها دي. تمام. بعد كده مثلا اعمل لي حاجه زي كده مثلا بالشكل ده. مثلا اعمل لي مثلا كده. تمام. على الاكس مثلا طلع لي مثلا، او مثلا خش مثلا بالايدج دي اللي جوه شويه، هات لي ده. كنترول بي اديني بيفل عادي من اللي احنا بنشتغل بيه العادي. تمام. وهكذا. بص انا خلاص هنا بدات اعدل في الاوبجكت بتاعي من بعد ما خلصت. تمام. وبرده
يعني الحاجه الجميله جدا في الموضوع، خليني دلوقتي بص انا عملت مثلا شبه مكنه ولا نفترض حاجه زي كده، خليني اشغل دول. اوكي، الاري شغال على كل حاجه زي ما انت شايف، بس طبعا احنا محتاجين ان احنا نفتح الواير فريم عشان نبقى شايفين احنا بنعمل ايه، عشان الدنيا ما تسحش معانا. والله بقيت حاسس ان هم مثلا ايه يعني، تقدر تقول مثلا ايه سفينه فضاء او حاجه زي كده. مثلا لو خدنا اوبجكت مثلا زي ده، تمام، خليني مثلا اروح على ده مثلا واقول له مثلا سكيل زد، واعمل مثلا حاجه زي كده مثلا. والله حاسس ان هم مثلا سفن فضاء او حاجه زي كده. جيش مثلا، جيش من سفن فضاء. لو انت بس حاولت ان انت تشتغل عليها شويه كمان، ممكن تطلع منها نتيجه. تمام، ده كده الاري مع البيفل، انك تقدر تعدل الاوبجكت بتاعك. طبعا تقدر تعمل عدد لا نهائي من الاوبجكتس. طبعا ده لا يضاهى بالجيومتري نود. يعني ما ينفعش ان انا مثلا اقارن ده بحاجه اسمها عندنا حاجه اسمها جيومتري نود. طبعا جيومتري نود دي حاجه قويه جدا، هي اللي بنقدر نعمل بيها الشغل ده كله. تفاصيل اسرع من كده، ويعني تقدر تضيف حاجات يعني مش في خيالك. انت لما تيجي تبدا تشتغل تقول ايه ده، هو بالسهوله دي؟ طب ما انا كان عندي موديفاير كان بيعذبني، ده انا كان مش عارف ايه ده. لا، الدنيا بتبقى احسن. طبعا دي ما بتتقارنش بالجيومتري نود، لكن لو انت لسه مبتدئ فانا انصحك انك تبدا تتعلم الموديفايرز شويه، عشان الجيومتري نود لما تيجي تشتغل بيها تقول والله ده النود ديت ليها علاقه بالموديفاير ده، او تدي نفس الاداء بتاع الموديفاير ده، بس فيها تفاصيل اكبر، او فيها ان انا اقدر ان انا ادمج اكتر من حاجه مع بعض، فهتبقى فاهم. فافهم الاول الموديفايرز، بعد كده ابدا خش على التوتوريالز. ما تخشش على يوتيوب على طول وتكتب بلندر توتوريال فتلاقي حاجه الجيومتري نود، تلاقي حاجه مثلا السكالبتنج مثلا، حد بيعمل كاركتر، حد مثلا بيريج عربيه، حد بيعمل ادفانس شيدر، فتلاقي نفسك عمال تتسحل معاه وانت مش عارف هو بيعمل ايه، وبتبدا تطبق اللي هو بيعمله زي بالظبط ما هو ما بيعمل انت بتعمل، وانت ما انتش فاهم، ما عندكش اساسيات. لا، خد الاساسيات الاول، ضيع على الاقل يا سيدي شهر، مش هقول لك ضيع سنه ولا سنتين، لا انا بقول لك ضيع شهر بس. اعرف بس انت الفاندمنتالز بتاعتك، اعرف انت الاساسيات، مش هقول لك مثلا كل حاجه، اعرف بس الاساس، بيزكس بس بسيطه كده عن البرنامج. بعد كده ابدا انت وظف الحاجات دي من غير والله توتوريال، هتلاقي نفسك انت شغال. اتمنى تكون استفدت من الدرس، اتمنى اكون قدمته لك بشكل كويس. كان معكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.